في جو مهيب يصل جثمان الفقيد محمد رشيد ولد حسن ولد دويه مطار الحسن الأول بالعيون صباح اليوم. مناسبة أليمة حل خلالها أيضا اليوم وزير الداخلية السيد محمد حصاد مرفوقا بوفد وزاري هام ومسؤولين سامين بالدولة لمشاركة عائلة الفقيد وقبيلة زرقيين وساكنة المنطقة أحزانها بهذا المصاب بالجلل. عقب ذلك أدى الجميع صلاتي الظهر والجنازة بمسجد مولاي عبد العزيز بالعيون ليوارى الفقيد الثرى بمقبرة الدورة بحضور وزراء عن الحكومة وولاة وعمال عدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومسؤولين سامين بالدولة وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات أخرى. الشهادة في محمد رشيد الدويه تبارك الله ما تنعد من ناحية الوطنية ومن ناحية العمل الصالح ومن ناحية الأصالة اللي هو جاي منها اللي هو من قبيلة زرقيين وبعضنا زرقيين ولد حسن ولد دويه ولد سيدي يوسف جزاه الله خيرا عنا وإحنا نعرف عنا خسرنا فيه يا غير لله ما خذ وله ما بقى هذا شعورنا كاملين. أعرفه كما تعرفون أنتم أنني أعرفه كامل المعرفة. هذا الرجل الوطني الغيور على هذا البلد وعلى ملكه ناضل من بدايته على كل حال، من بداية الستينات ومن بداية السبعينات، وهذا معروف. هناك بعض الناس اللي أخذوا طريقه، هو أخذ طريق الوحدة وطريق النضال وطريق الوطنية وطريق حب الملك وحب الوطن، وهذا هو نعرف عنه. ونعرف عنه كذلك بأنه نشهد له بأنه مرضي الوالدين، وهذا ظهر الحمد لله في هذا الدفن وفي هذه الجنازة. انحدر من بيت وطني، أبوه مقاوم كبير ومجاهد كبير يعني حسن بن دويه، وأخوه الأكبر الحاج إبراهيم ألقي القبض عليه معنا معنا جميعا بالإعدام في فورتافنتورا من أجل هذا الوطن، وأخص الحاج إبراهيم دويه الآن، وعمه محمد بن دويه كذلك من الوطنيين الكبار، وحكم عليه بالإعدام وصدر ما عنده من المال. إذن هذا البيت اللي انحدر منه الوالي محمد رشيد رضي الله عنه وعنه بيت إخلاص وبيت وطنية وبيت مقاومة وبيت جهاد. وكل حد يعرف عنه راجل وطني، وكان معنا في جبهة التحرير والوحدة، كان معنا عضو اللجنة التنفيذية، ولاقط بخلش الوطن كل حد يعرفه، ويعرفوا سيدنا ويعرفوا سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه من الوفد اللي كان معنا في أعضاء المجلس الملكي الاستشاري، وكل حد يعرف عنه راجل وطني وولد مقاوم وراجل مقاوم، وتعرفوا الدولة كاملة ويعرفوا سيدنا الله ينصره. خلى بصمات مهمة في بوجدور، في إقليم بوجدور، في الوقت اللي جبره حقيقة في وقت كان محتاج له، وجبر ناسه ساكنة الإقليم في وضع لا تحسد عليه يا سمعتني، وقبض بيديها ورفع من مستواها ووفر لها جميع يعني ما لديه من المساعدة ومن وسائل الدعم ومن وسائل المساعدة في الكسب وفي المدن وفي الأرض، وقبض بيديها كاملة نحو التنمية ونحو التقدم. رشيد دويهي ما مشى لا عن قبيلة الزرقيين، مشى عن أهل الصحراء كاملين، مشى عن المملكة كاملة. رشيد دويهي كان رجل من رجالات الزمن حقيقة. أذكر عدة محطات، وأهم محطة حينما كان يوصي الجيل الصاعد على الثقافة وعلى طلب العلم، وشجع على ذلك، وكان يعدلهم مولي على أنه يوفر الظروف الملائمة لاستمرار الدراسة في المناطق الشمالية. يعني محطات كثيرة، ماذا عساني أن أقول. شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية ممن حضروا مراسم دفن الفقيد محمد رشيد ولد حسن ولد دويه والقادمين من عديد المناطق أكدوا على الخصال الحميدة والشخصية الرائعة التي كان يتميز بها الفقيد وروحه الوطنية طيلة سنوات عمله كعامل على إقليم بوجدور لمدة 11 سنة، وكوال ملحق بوزارة الداخلية، وأدواره الإيجابية دفاعا عن حوزة الوطن ووحدة ترابه، وهو الذي شارك رحمه الله ضمن مفاوضات مانهاس بين المغرب وجبهة البوليساريو.
هو رجل الأول وطني، ورجل قيور، ورجل قبيلة اللي هي فقدت واحد من أولادها وعز أولادها، وهو واحد الإنسان اللي شارك مشاركة وطنية لا في جبهة اللي هي جبهة الوطنية اللي كانت في 74 و 73 لاسترجاع الصحراء، واللي هو عمل لا صعيدا على الخارج في الدبلوماسية ولا في الداخل، وهو رجل فاعل. هنيئا لذي اللي قام به من صغره ليلحق هذا المبلغ اللي هو من عمره من الوفاء والإخلاص للعرش العلوي المجيد، واللي قام به من الأعمال كاملة الجليلة تشهد بها تاريخه، من ذي اللي قام به على صعيد مليكه وعلى صعيد المغرب وعلى صعيد الجهات المعنية هو فيها. هنيئا له، متفقدينه بالرحمة والغفران وجنات الرضوان، ومودعينه الملائكة الرحمة، واللي إله نقولوا في حقه قاع اللي تم حدا لا يتكلم حقه ما يقدي يوديه. إنه من نهار عرفته وهو إنسان عملي وطني، غيور على المغرب بصفة عامة، وغيور على جهته هاي الجنوبية، واللي الصفة اللي عرفته بها مازال صغير هو اللي عرفته بها اللي عنده مولانا الحماس والغيرة على وطنه والشجاعة. ما نشهدوا له ما هو بالخير، ولا نشهدوا له ياك سمعت لا طالبين له مولانا ومجهي له عبد رسول الله، الله يقمد بنعيم الجنة، والله يرحمنا ويرحمه، والله يقمد بنعيم الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكورنا واناثنا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا الرجل هو ابن مقاوم من أسرة مقاومة، وهو كذلك مقاوم مات وطني، ونطلب له الله الرحمة والمغفرة. اللي نشهدوا به نشهدوا عنه شخصية بارزة، ما قطرين سابقوا حد كيفه ولا بعده كيفه. هاي ما هي مجاملة ولا تزوير الكلام، هذا حق قلناه في حقه، وأنا من الساعة اللي سمعت منه توفى نشهد به عنه ذا العدل بشدور ما قطره حد عاقبه من تنمية ومن عون ومن إقاثة. هو جاي إقاثة واجعل يمشي عنه هذاك السيد، هذاك البطل، هذيك الشخصية البارزة. قبيلة الزرقيين فقدت واحد من أبنائها الأعزاء، أبنائها العظماء، أبنائها اللي ضحوا من أجل هذا الوطن وضحوا من أجل الوحدة، وهو محمد رشيد والحسن والدويهي، وهذه القبيلة وكذلك هذه العائلة هي معروفة بنضالها من أجل الوحدة ومن أجل محبة الله والوطن والملك. ومحمد رشيد عاش مخلص ومات مخلص، ونرجو له الرحمة عند الجليل الجميل. رشيد كما تعرفوا واحد من أبناء هذه الجهات الجنوبية، واحد الإنسان اللي خلى بصماته في التاريخ، كونه عنه إنسان نقي وكانت عنده علاقة طيبة مع جميع القبائل، ونحن جينا من الداخل باش نعزوا هذه العائلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان صديق وأخو، تربطنا بين معه أولا النسب، احنا اخوانه، وربطنا معاه النضال في حزب الاستقلال قبل يكون عامل، كان وهو نشيط في حزب الاستقلال، ونتمنى له نتمنى له الغفران والرحمة والجميع، وإن الله وإنا راجعون. انتقل إذن محمد رشيد ولد حسن ولد دويه إلى جوار ربه وعمره نهز 66 سنة، كلها عطاء في شتى المجالات كمنتخب أولا ثم كرجل سلطة، وهو اليوم يشهد له الجميع بالخصال الحميدة والوطنية الصادقة تجاه ملكه ووطنه.